الاخبار عاملين ايه؟ يوم مرهق، يوم شاق، بس ان شاء الله ايه الحاجه تعدي. خليني اعرفكم بنفسي الاول. انا مصطفى محمد يوسف، شغال سينيور بيرول سبيشالست في شركه اسمها امريكانز، دي متخصصه في الاوت سورسنج بس في الميدل ايست. احنا النهارده هناخد حاجه بنسميها البعبع الاتش ار، لانها هي سهله جدا بس على حسب احنا بنستخدمها ازاي. اول حاجه هنكون مع بعض ان شاء الله في البيرول ورك شوب مع بعض، وان شاء الله هبسط لكم كل حاجه ومع بعض لحد هنشتغل بايدينا ان شاء الله. في سؤال مهم قوي بحبه قوي. في حد ليه البيرول مهم؟ حد يعرف؟ المرتبات ببساطه يعني. بالظبط. الفلوس. في هنا حد عنده امكانيه او قادر يشتغل من غير ما ياخد مرتب؟ هل هنا صاحب شركه هيدي موظف مرتب من غير ما يشتغل؟ لا. فاساس البيرول هو عمل بنقوم بيه محدد او لينا مقابل مادي. اوكي، سؤال مهم برضو، ازاي ممكن انا كبيرول ممكن اوصل اللي انا هخلي الموظفين عندي راضيين وساتسفاكشن؟ تدوم حقهم. تدوم. انا مش مسؤول ان ادي حقه، انا بشتغل طبق اسس وبروسيس. هل انا هدي حق الموظف ازاي؟ هديله جيبي؟ لا. اوكي، فهم حاجتين. اول حاجه التايم لاين والاكيورسي. التايم لاين بمعنى ايه؟ انا لو مرتبي اتاخر انا هتضايق، انا عندي التزامات، عندي حاجات مسددها، هينزل عليا غرامه. فممكن اوصل للساتسفاكشن للموظف ان انا انزل له المرتب في ميعاده. تاني حاجه الاكيورسي، ما انا لو جه المرتب فيه غلطه او ناقص او حاجه مش مقصود منها وانا ما اتقاليش، فدي برضه هتقلل الساتسفاكشن بتاعت الموظفين. فدي اهم حاجتين ممكن عن خلال البيرول تيم ازاي يوصل للساتسفاكشن بتاعت الموظفين. اوكي، خلينا نبدا النهارده. هنقول الكورس بتاعنا وايه الحاجات اللي هناخدها النهارده في الكورس. النهارده الكورس اوبجيكشن بتاعتنا يعني ايه؟ هناخد اول حاجه اسمها ديفينيشنز. بس قبل ما ابدا الديفينيشن بتاعتنا، في حد هنا عنده مشكله مع الارقام؟ المشكله واصله لحد فين؟ لا، الارقام لو زادت بتلخبط. اوكي، خلينا في الكورس ده انا يعني بالظبط حاولت اوصل اول 3 حاجات ما فيهمش ارقام، تعريفات بسيطه نفهم البيرول، وبعد كده هنبدا في حاجه اسمها الديفينيشنز وايه السايكل بتاعتنا اللي نقدر نستخدمها عشان نوصل للبيرول كويس، والايرنينج ريدكشن الحاجات المكسب للموظف والحاجات الخصومات، واخر حاجه هتبقى ممكن التاكس بول. معادله بسيطه جدا 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 ان شاء الله مش هنخرج من هنا غير فاهمينها، ودي ساعتها هتبسط لك مدخل البيرول. وعندنا تاني حاجات النون تاكسبل والتاكسبل، الحاجات اللي خاضعه على الضريبه والحاجات اللي غير خاضعه على الضريبه، علشان الاساس لازم نحسبها عشان نحسب الضريبه بتاعتنا. اول حاجه ايه هي؟ المرتب. الفرق بين الداتا والانماط. الداتا دي بيانات، يعني دي اشخاص، ناس جت الشركه جديد وناس مشيت وناس مشيت قبل كده، فبتاكد ان الثلاث حاجات ديت انا بعمل لهم فاليديشن. ما ينفعش اجي واحد مشي الشهر اللي فات اخليه في البيرول واجي ياخد مرتب ياخد البدلات بتاعته هو مشي خلاص، يبقى انا كده البيرول بتاعي كله غلط، انا خسرت الشركه فلوس. ما ينفعش واحد يجي يكون ماشي نص الشهر واديله مرتب كامل، فلازم اعمل حاجه اسمها بروريشن، دي اسمها الداتا. هنبدا الاماونت الاساسيه اللي انا لازم اعمل لها فاليديشن هي ايه؟ البيزك سالري. لازم اخد من الشهر اللي فات اشوف الداتا بتاعت الشهر الجديد. افرض حد من المانج بتاعتي معايا في الشركه عمل بروموشن لحد فعمل له انكريمنت، فانا ما جاليش الداتا دي، فبالنسبه لي ده اماونت غريب، فلازم اشوف اراجع بيلاتي اللي فيها انكريمنت، اللي فيها ناس عايز انزل لهم الاونسز جديده، الناس اللي فيها ديدكشن، كل دوت لازم اكونسيدر معاك في حته الاماونت. بعد كده ببدا اعمل حاجه اسمها الكالكوليشن، اللي هي الكالكوليشن بتاعتي اللي انا ببدا اشوف البيرول بتاعي ظبطته خلاص، بعمل اشوف المرتبات صح ولا غلط، ببدا اشوف الانكم تاكس، الناس السوشيال انشورنس بتاعتها مين متامن عليه ومش متامن عليه وليه ولا ليه مش متامن عليه. بعد كده ببدا اهم خطوه الفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن دي اهم خطوه في البيرول، لازم اعمل ابلاي لكل حاجه من غير ما اقول لا هي دايما صح، لا شك في نفسك مره واثنين وثلاثه عشان الغلطه هتسمع. ممكن يكون موظف مرتبه صغير بس يعمل لك
تنسى حاجه صغيره يضيع لك البروسيس بتاعتك كلها. واي حد ليه اتنين ما بيسيبوش. بعد كده بنبدا حاجه اخر خطوه الاوتبوت بتاعتنا. ايه الاوتبوت بتاعتنا ده الشيت الاكسل اللي هنتعلمه قدام ان شاء الله، اللي هو فيه بنورده للمانجر ياخد عليه ابروفال، بعد كده بنورده للبنك عشان يقبض الموظفين. اوكي، عايزين من بعض الانبوتس بتاعتنا. في ناس اكيد اللي هي الايرنينج. الناس ايه هي الايرنينج بتاعتنا؟ اول الحاجات اللي بنديها للموظف. تعالى نشوفها مع بعض الاكزامبل. بعض الايرنينجز عندنا ايه؟ البيزك سالري، الكومن بتاعنا في كل حاجه، المرتب الاساسي، بعض الالاونسز، الانسنتيف، الاوفر تايم، البونص، الكوميشن. في حاجه اسمها سبيشال بليز 2014، حد شافها او حد صادفته اللي اشتغل بيرول؟ فاكرين زمان قوي ايام حسني مبارك لما كان الايه؟ العلاوات يا ريس. في نوع علاوتين، في علاوه سبيشال بليز 2014 وفي سبيشال بليز 2013. هو عمل عملتين اربعه، واحده تاكسفول واحده نون تاكسفول. فاي حاجه هتلاقي كلمه سبيشال انكريز لازم تعرف هي 2013 ولا 2000 من بعد 2013 ولا 2014 عشان تحدد هي تاكسفول ولا نون تاكسفول. في حاجات برضو من الليف بالانس. الليف بالانس بيبقى ايرنينج اللي هي الايه؟ رصيد الاجازات. عندنا برضو من البروفيت شير اللي مكسب. كل دول الحاجات بتضيف للموظف. اوكي؟ تعال بقى نروح الحته اللي ما بيحبهاش الموظف، هي ايه؟ الديدكشنز. اوكي؟ بالنسبه لهم دولت يزعلوا الموظف اللي هم ايه؟ الجزاءات بلنتي، السلف، الموظف بياخد سلفه انا بخصم منه كل شهر السلفه، الغياب، واخر حاجه اسمها البنشن. حد سمع عن البنشن قبل كده؟ في بعض الشركات بتقول ايه يعني سي انا هاخد عندي موظفين لو خدت من كل واحد 10 جنيه وقدامي 20 جنيه واما يتقاعد اديله ايه؟ زي جيفت كده صغيره. دي من نوع. والحاجات الاساسيه المهمه قوي في الديدكشن الثلاثه دول ثابتين معانا. ما ينفعش شيت بيرون من غير الثلاثه دول. ايه هم؟ احنا قلنا لهم نوتيس فاند والسوشيال انشورنس والانكم تاكس. دي اهم الثلاث حاجات لازم يكون موجودين في اي شيت بيرول جوه حته الديدكشن للموظف. بخصم منه الضريبه، بخصم منه التامينات، بخصم منه اللي هي هتقول ايه؟ صندوق الشغل. اوكي؟ هنيجي بعد كده الحسبه بتاعتنا. ركز بقى مستر حسام نركز معانا عشان دي اهم حاجه بالنسبه لي النهارده. اللي هي ايه؟ التاكس بول. اوكي؟ التاكس بول هي معادله انت اللي بتصعبها على نفسك وبتسهلها على نفسك. هي ممكن هناخد البيزك بتاعتها من غير اي تعقيدات. بتقول ايه؟ تاكسبل جروس سالري. هي الجروس سالري بس الحاجات الايه؟ الخضع. احنا عشان ليه لازم خضع؟ عشان احنا بنحسب تاكس بول. هنشيل منها البيرسونال اكزيمشن. الاعفاء الشخصي. الاعفاء الشخصي ايه هو؟ هما رقمين. 20,000 في السنه و30,000 في السنه. ال 20,000 في السنه دولت الايه؟ احنا الشخصين الطبيعيين الاعتياديين. الحكومه بتديها لنا 20,000 في السنه اعفاء ضريبي. ال 30,000 الناس اللي هم بنسميهم الديسابيلتيز. ايه هم الديسابيلتيز؟ اللي 5%. اطبقها ازاي؟ لازم يكون الشركه قايله لي على الاقل ميل وحاطه لي فيه اتاج شهادات بتاعته اللي انا اطبق عليه 5% علشان اديله الاعفاء الضريبي 30,000 في السنه. وبخصم منها السوشيال انشورنس. السوشيال انشورنس غير خاضع للضريبه. حد يعرف ايه هي ال 14,500 و 2,300؟ الحد الادنى. الحد الادنى صح كده. مستر الرائي المظبط. طب حد يعرف نسبتها؟ 11%. دي الايه؟ موظف الشركه. 18. اوكي، امتى بنطبق؟ ممكن احنا حطيتها هنا 2، يعني ممكن نحط الاماونت ده وممكن نحط الاماونت ده وممكن نحط فيه اماونت ما بينهم. على اساس ايه؟ المرتب. فاكرين في مره خدنا سوشيال انشورنس كوبايه الميه. طول ما المرتب بنصب عليه ده ما وصلش يبقى ده المرتب اللي هنحسبه له. وصل حتى لو دلدقت بره هو ال 14
1500. اوكي. اهم حاجه التاكسبل ايرنينج. ما ينفعش احط ايه هي التاكسبل ايرنينج؟ عشان كده هناخدها دلوقتي. التاكسبل ايرنينج البيزك سالري ما ينفعش ما يكونش تاكسبل، ده اساس كل حاجه. الالاونسز، الانسنتيف، الاوفر تايم، البونص، الكوميشن، سبيشال انكريز 2014 نركز فيها. الليف بالانس، انا كاتب هنا ليف بالانس وكاتب هنا ليف بالانس. طب يا ترى ليه؟ تحت هنا البند النون تاكسبل. حد عيش عاش ولا كان بيزعلك؟ سيك ليف؟ لا، الليف بالانس ده رصيد الاجازات. انا ممكن احط الموظف فين؟ واحد احسب له عليه ضرايب، واحد ما احسبلوش عليه ضرايب. ايه الكيس اللي احسب له عليه ضرايب وايه الكيس اللي مش هحسب له عليه ضرايب؟ حد عارف ولا اتفضل. ده لو هو ماشي هيحسب عليه ضرايب، لو هو ماشي هو ماشي هو ماشي خلاص يدخل صف رصيده وما بيكتبش يعني. بالظبط. لو هو ايه بقى هحسبه على رصيد؟ لسه هنكمل. بيكملش. بالظبط. طول ما هو موجود معايا رصيد الاجازات لو هحوله له انكاشمنت ده عليه ضريبه. لو مش هحسب له هيمشي وبعمل له هرحله يعني؟ لا هيمشي. لا تسويه. اوكي. في ناس بتسوي كل سنه عشان تخلص وفي ناس كل 3 سنين. شركه عندي كده بتسوي كل سنه. كل سنه. حكايه تلاقي ناس ما بتاخدش اجازات كتير عشان بتجمع الفلوس دي هتاخد ايه؟ حاجه النون تاكسبل؟ احنا قلنا سبيشال انكريز 2013. البروفيت شير غير خاضع للضريبه. الليف بالانس بين قوسين ليفرز. التاكس اند سوشيال انشورنس فاند. لو انا حسبت لحد ضريبه وطلعت غلط، هو انا خصمت منه مبلغ زياده، هو قال وطلع غلط، كلنا بنغلط، فعايز ارجعها له للشهر اللي جاي. اللي هرجعها له ده مفيش حاجه اسمها ضريبه على ضريبه. بالظبط، بيسميها ريفاند. ولا السوشيال انشورنس، ممكن هو يكون في الاستقاله، قصدي في الاستماره بتاعت فورم واحد، انا بامن عليه ب 4000 سوري، وعملت عليه 5000 جنيه خصمتها من الشيت عندي، فبرجع له الجزء ده وببدا اتعامل مع الايه؟ السوشيال انشورنس ده ريفاند. من الحاجات برضه النون تاكسبل اكسبنسز ريبليسمنت. ايه هي الاكسبنسز ريبليسمنت؟ هتسمع عنها جمله غريبه شويه. اوكي، انا اقول لك ايه؟ لو انا استاذ عبد الرحمن قلت لك انا محتاج منك يعني ايه تشتري لي بضاعه، بس للاسف العربيه مش متاحه دلوقتي، خد اوبر وانا هاجي احاسبك. بتاعت الادمنستريشن المصاريف الاداريه. المصاريف الاداريه، بس اساسها لا، ما انا ممكن ازور، بس ايه الايفيدنس اللي يديني اثبت ان ده فاتوره مثلا؟ الاساس. طول ما انت في فاتوره انا هحاسبك، ما فيش فاتوره مش هتكسب. اوكي كده يعتبر احنا ممكن نعمل فلاش باك على التاكس بول. مثلا حسام عشان انت بتكره الارقام، ايه اللي ممكن تقول لي التاكس بول نحسبها ازاي؟ التاكس بول احنا قلنا اللي هو الوعاء الضريبي. حلو. احنا بنشيل منه المبلغ بتاع التامين وبنشيل منه ايه تاني؟ في حاجه ثانيه مش عارف. طب ايه رايك ناخدها بالترتيب؟ يعني ايه المقطع؟ اول حاجه المرتب الاساسي الايه التاكس بول، عشان احنا بنحسب تاكس بول فلازم احط المرتب اللي خاضع للضريبه قدامي. بشيل منه ايه؟ اعفاء الشخص. اوكي بشيل منه ايه؟ تامين. التامين. بس خد بالك احنا الضريبه بتتحسب سنويه تقسم شهريا. خدها قاعده قدامك. اوكي تيجي ناخد مثال ازاي نحسب تاكس بول مع بعض. اوكي مثال لو هناخدها بيزك قوي، لو حد بيزك سالري بتاعه 25000 ممكن كل واحد يطلع ورقه وقلم هيجيب جنبه الكالكوليتر. هقول لكم ليه. اول حاجه دايما كنا بنتعلمها في المدرسه، عشان تطبق اكتب القانون قدامك. اكتب القانون مفيش مشكله. ممكن ما يجيب معدل. طب اوكي هجيب التاكس بول تاني. ماشي خلينا اهو.
هتخلص؟ عايزين بقى سؤال؟ الايه؟ سؤال سؤال. التاكس فول، عندي التاكس فول هو يعني ايوه ما احنا سؤال لا السؤال السؤال ممكن تقفل الصوت الاول. لا فوق ايوه بس. السؤال اللي انا عايز اعرف واحد مرتبه 25% التاكس فول بتاعه قد ايه؟ بس ده اول سؤال لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحد مرتب 25000 اه عايزين نعرف التاكس كود بتاعته. بتاع التاكس فول تمام. عايزين نحسب بقى الحاجات اللي موجوده في القانون. مش عايز طبيعي ولا 75؟ انا ذكرت اللي هو مش طبيعي بس مش متاكد. انا قلت كده. في حد خلص؟ عايز اقول لكم تريكه هنا معينه لو تاخد بالك احنا بنحسب الحاجه تاكس فول انيوالي نجيب الحاجه ايه؟ الحاجه ال 20000 دي في السنه 20000 دي في السنه لازم ما نغششناش بقى. بس ده البيزك مش جروس. هو هيبقى ياخد 25000 البيزك هيبقى جروس 25000 بس البيزك هو الجروس. اعمل له جروس في حد هنا خلص؟ في حد عنده واقف في حته صعبه فيها؟ هو انا عايزه اتفضلي. بس انا خسرت يعني المفروض ان انا اقسم دي على 12 ولا اقسمها على كام؟ دي انهي؟ ما ده مش احنا هنحسب البيزك نحسب عليه الالاونس والبونص. لا هو بياخد بيزك انا قلت بيزك 25000 بس انا ده احنا لسه بنقولها واحد مرتبه 25000 سيبك من دول. احنا بنتكلم نجيب تاكس فول واحد انا واخد 25000 في السنه عايز اعرف بس في الشهر عايز اعرف تاكس فول بتاعت قد ايه؟ 20000. طب ممكن نعملها سوا الاول وناخد حاجه ثانيه؟ يلا بينا. اوكي. واحد مرتبه 25000 في الشهر هقسم منهم الايه؟ نرجع عليه هقسم منهم بيرسون اكزيمشن هم 20000 في السنه. اوكي يبقى 20000 عشان اجيبها شهرين هعملها على ايه؟ تطلع كام؟ 1666.6 وهشيل منه الايه؟ اوكي ده المرتب اللي اتأمن عليه حسته كام بقى؟ بقى مضروبه في النسبه بتاعته 15.95. اوكي يبقى انا عندي التاكس فول جروس سالري كام؟ 25000 هشيل منها 20 لا 600 هشيل منها كام؟ ممكن حد يحسبها لي؟ ماشي 18334 كام؟ 18334 104 و30 كده في بوينت 33 لازم لازم في بوينت تخش بوينتات. لازم تحط البوينتات في بوينتس حط دو ديسيمال تمام ماشي. الديسيمال مع موظفين كتير ممكن تضرب معاك. اوكي في حد عنده مشكله هنا؟ بس احنا ما عرفناش كده السوشيال انشورنس صح؟ طرحناه؟ لا هو ما ينفعش 25 ناقص 1666 ما يديش المفروض. بالظبط انا طالع معايا 21 وانا طلع معايا 21 مين اللي حسب الحسبه دي؟ طب اوكي انا لازم يكون الرقم كله زي بعض انا مش عايز احسب 21739 كام؟ 21739 700 99 39 بوينت كام؟ 33 انت ليه بتنسى البوينت يا جدعان ده روش 33 لازم مش هتلاقي رقم واحد 34 34 اوكي دي تقريبا اوكي 34 اوكي ده هو الايه؟ تاكس فول ده الاماونت اللي هبدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اول خطوه في التشريح الضريبي. اوكي ناخد مثال تاني ناكد المعلومه. يلا اوكي. هناخد نفس المثال 25000 بس الشهر دوت جاله بونص 10000 جنيه.
جال الشهر ده جاله بونص 10000 جنيه. يقول له تاكس فول كام؟ يلا حساب انت العب. الساعة 5. 9. اوكي. يلا حسام جاوب معايا. اتفضل. اوكي نرجع للقانون عشان نقدر. التاكس والجروس سالري كام؟ قلنا 25. 35 بقى. 35 كده الموظف هيجي بص يعني جزاء 10000 جنيه كده خدتهم. اوكي يبقى كده الجروس التاكس بتاعنا كام؟ 35. اوكي مين خلينا ناخد حد البيرسونال اكزيمشن منى صح؟ كام؟ لا ما لحقتش احسبها. اوكي ابراهيم سعد عبد الرحمن منى كام؟ ما زادتش معايا ما كانتش ما زادتش معايا. طب خلينا نشوف خطوه البيرسونال اكزيمشن كام؟ انا مش عارف كام؟ 20000. كام؟ على كام؟ ما حسبتوش صح؟ اوكي على 12 صح؟ على 12 هي نفس المبلغ اللي طلعناه. بالظبط. السوشيال انشورنس ريهام رحمة. صحيح هو هو بالظبط. الفرق اللي اتغير ايه؟ بس انما انا لا غيرت السوشيال انشورنس ولا غيرت البيرسونال اكزيمشن. هي كده. فكده الاماونت طلعت كام بقى؟ ما ينفعش يطلعوا 10 رقمين مختلفين. يلا حسام هاخدها من حسام الاول وتاكدوا لي على خلي ايه؟ حد يحسبها. خليني 31738 34. حد عنده ارقام ثانيه؟ لا لا مظبوط خالص. تمام. ومن كده احنا قدرنا نوصل لاول مدخل او اول خطوه اللي انا احط التاكس كود. كل ده بيتعمل على السيستم. بس ان كيس السيستم حصل فيه ايرور فاحنا مش متعينين كداتا انترنت. احنا بنعمل فاليديشن لنفسينا ونتاكد علشان لو حد يجي يقول لنا لا انت غلط نقول له لا تعالى يا باشا بالورقه وقلم وفورا نتخطى. اوكي؟ هناخد بريك ناخد نفسنا ونشرب حاجه بعد كده نبدا نخش اول خطوه في شرايح الضريبه. الناس كلها خايفه منها بس انا عملتها لكم بطريقه مبسطه وسهله وهتحبوها جدا. شكرا جدا.